مضت وما زالت حتى يومنا هذا نعاني من هذه الاتفاقيات القذرة بحق الشعب الكردي. يتوجب علينا نحن كشعوب في المنطقة وككرد أولا التصدي لهذه الاتفاقيات القذرة التي تنادي ضد الحقوق القومية المشروعة ضد الشعب الكردي. فمن أجل إفشال لوزان ومعاهدات التي أجحفت بحق الشعب الكردي يتوجب على جميع الشعوب في المنطقة والشعب الكردي أيضا توحيد وتراص الصفوف والتصدي لسياسات الأردوغان الاستعمارية التي بالدرجة الأولى تحاول قدر الإمكان القضاء على الفكر الكردي والفكر الديمقراطي في المنطقة. كما نعلم جميعا بأن حركة الحرية قبل كل شيء هي التي من قامت بإفشال هذا المخطط الإرهابي القذر وهي اتفاقية لوزان. ويوم غد يصادف الذكرى المئوية لهذه المعاهدة القذرة، ونتوجه إلى جميع الشعوب في المنطقة، الشعوب الكردية الأرمنية الآشورية الكلدانية، بالتصدي لهذه السياسات الممنهجة ضد القضية الكردية وضد الشعوب في المنطقة. وإنشاء عصبة رفضت العرض الفرنسي والبريطاني.